رتل معي آياته واظمأ إلى صفحاته، وتعال نرتشي في الضياء ونعيش في نفحاته. رتل معي آياته واظمأ إلى صفحاته، وتعال نرتشي في الضياء ونعيش في نفحاته. خذه مشافهة كما نطق النبي وأحكما، جود يقينك كلما جودته بصفاته. خذه مشافهة كما نطق النبي وأحكما، جود يقينك كلما جودته بصفاته. واظمأ إلى صفحاته، وتعال نرتشي في الضياء ونعيش في نفحاته. الله جل جلاله قد أفرد العليا له، رتل معي ما قاله قدس معي كلماته. الله جل جلاله قد أفرد العليا له، رتل معي ما قاله قدس معي كلماته. رتل معي آياته واظمأ إلى صفحاته، وتعال نرتشي في الضياء. أقف معكم في هذا اليوم المبارك وفي هذه الدقائق المباركة في هذا المكان العظيم، وفي يوم الجمعة 28 من شهر ربيع الثاني لعام 1435، ونحن نفتتح هذا المسجد العظيم المبارك، مسجد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، في منطقة المراضين. ووردت أحاديث في فضل المساجد وفي فضل بناء المساجد، بل ويكفي أن الله مدح عمار بيوته من فوق 7 سماوات. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من بنى لله عز وجل، من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله، بنى الله له بيتا في الجنة. متفق عليه. من بنى لله مسجدا، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ومن هذا المكان ومن هذا المنبر ومن هذا المسجد، مسجد الفاروق، مسجد عمر بن الخطاب في منطقة المراضين التعزية، أوجه رسالة شكر إلى جمعية التربية الإسلامية في مملكة البحرين، التي بنت هذا المسجد وتكفلت
وجل أن يبارك فيها وفي أهل الخير. وكذلك أوجه كلمة الشكر إلى جمعية الحكمة المشرفة على بناء هذا المسجد، كلمة شكر لمن أوقف هذه الأرضية ولمن سعى وعامل، فمن لا يشكر الناس لا يشكر الله كما قال عليه الصلاة والسلام. والشكر موصول لكم جميعا يا أهل هذه المنطقة المباركة، فاحرصوا أيها الأحبة الكرام، هذا خير جابه الله عز وجل إليكم. كم سمعنا من أناس أنهم كانوا يصلون في بيوتهم ويقيمون الصلوات في بيوتهم بحجة أن المساجد بعيدة، فها هو المسجد اليوم بين أيديكم، فحافظوا على صلاة الجماعة.